السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ احنا دلوقتي على طريق الخدمات متجهين للقاهرة، وهنطلع حاليا على الطريق الرئيسي. الطريق الرئيسي يا حضرات بيشتغل واحنا راجعين على القاهرة، وفاضل على القاهرة 120 كيلو. بيبقى فاضل على القاهرة 120 كيلو بيبتدي الطريق يشتغل معانا. وفي نفس الوقت بعد ما واحنا جايين، يعني بعد ما تعدوا حضراتكم نزلة العلمين والساحل، وطبعا ده بشكل مؤقت لحد ما الطريق ورا هيخلص ان شاء الله. لسه بص اعمال بيخططوا الطريق وبيلونوا، فلسه في شغل يا حضرات على الطريق. ولكن الجهة المعاكسة من القاهرة للاسكندرية كلها خلصانة. من اسكندرية للقاهرة لسه اعمال انشاء فيها. الطريق طبعا يا حضرات من بعد ما اتعمل بقى ممتاز جدا، وبقى حلو جدا، بقى مريح جدا في السفر. 5 حارات، غير في حارة بطيء قوي اللي هي الحارة مثلا اللي ممكن العربية تقف فيها او حاجة، اللي قبل اللاين الاصفر. طبعا الطريق اتخطط وبقى على جوانب الطريق كلها يافط ارشاديه يقول لك مخرج 39. في شغل في الجزيره اللي في النص، لسه مش عارفين الجزيره اللي في النص دي ايه اللي هيتم فيها. ممكن تتزرع، ولكن الطريق بقى افضل بكتير جدا. كل اللي هيسافر من القاهرة لاسكندرية مش هيحس بالوقت ولا هيحس بالطريق، غير ان نسبة الامان بقت افضل بكتير. قدام حضراتكم من القاهرة 115 كيلو، اليافطة لسه معدية. حاجة ممتازة جدا بجد. شغل باين على الطرق كلها في جميع انحاء الجمهورية. طرق بلدنا كلها بتحلو. السفر بين المحافظات بقى اسهل وبقى ميسر كتير جدا عن الاول. بقى في سهولة في الحركة، ما بنقفش، الطرق كلها مفتوحة، تقدر تروح يمين وشمال. احنا دلوقتي كده حضرات داخلين على مدينة السادات. بعد مدينة السادات مطار سفنكس، بعد كده محور الضبعة، وكوبري تحيا مصر، بعد كده زايد واكتوبر، وبعد كده الكارتة ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الطريق الجودة بتاعته انا شايفها بصفة شخصية افضل من الاول بكتير جدا. الطريق لما واسع واتخطط بقى مريح جدا وحضراتكم ماشيين عليه. بالليل يا حضرات الطريق ده كله بيكون منور، عشان كل الالوان اللي على الطريق عاكس اضاءة، بتعكس اضاءة الفوانيس بتاعت العربيات. طبعا الطريق الخدمات دلوقتي اتحول لطريق النقل فقط. والطريق بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده بقى طريق ممتاز وافضل من الاول بكتير. احنا دلوقتي يا حضرات داخلين على 1 عمر، مخرج 41 وادي النطرون. بصوا يا حضرات بقى في مخارج الطريق بيبتدي يوسع اكتر، واليافط الارشادية زي ما حضراتكم شايفين كده. وادي النطرون ومستشفى وادي النطرون. احنا هنا كده حضرات على يمين الطريق اوي، معديين بجانب 1 عمر. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، واتمنى ان الطريق يكون عجب حضراتكم، ونتمنى ان بلدنا تتطور في كل حاجة وفي كل مكان للأحسن وللأفضل. شبكة طرق بين المحافظات بقت ممتازة جدا.
بصراحة في كل مكان في البلد. السرعة 120. أتمنى إن حضراتكم تكونوا استمتعتوا، وأشوف وش حضراتكم في فيديو آخر من قناتكم لفة في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.